نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية. هو المغرب نفسه أنا عندي شكوك، هو المغرب نفسه ينتظر في رأي تونس، لأنه يعرف تونس هي اللي على حدود ليبيا مش المغرب. أنا اخترت التصويرة هذه، التصويرة هذه هاكا فيها كرة، فيها لقطة من مقابلة المغرب وفرنسا. وين تصير الصورة هذه؟ تصير أنه في القمة الأمريكية الإفريقية الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتذر لتقريبا 50 رئيس دولة إفريقية، يقول لهم سامحوني راهي الكلمة نتاعي باش نقصرها برشا على خاطر صاحبي رئيس الحكومة المغربية مستدعاني باش نتفرجوا في ماتش المغرب وفرنسا. سيدتي مساءكم سعيد. مناسبة هذا الفيديو هو الحديث عن الصعود المغربي على مستوى افريقيا. طبعا كما لاحظتوا كما سوف تلاحظون في هذا الفيديو كيف يتحدث الاخوة التونسيون عن المغرب. طبعا نحن لا نتحدث عن اشخاص عاديين، وانما عن مفكرين تونسيين وباحثين في السياسة الدولية وفي مجالات الاقتصاد. كيف شفتوا كيف تابعتوا ما قاله المفكر التونسي سعيد الصافي بخصوص المغرب. المغرب أصبح قوة ضاربة في إفريقيا. هذه القوة الضاربة التي أصبح المغرب عليها هي نتيجة لأعمال ونتيجة ديال مجموعة ديال العوامل التي عملت عليها المغرب طيلة 3 سنوات الأخيرة. الإخوة المغاربة استثمروا بامتياز المشاركة نتاع الفريق نتاعهم، مشى تقريبا للنهاية، وكانوا السياسيين في الموعد لتوظيف النجاح الكروي هذايا ومعناها تحقيق مكاسب دبلوماسية قوية برشا. الدرس عنا احنا بطلة عالمية اللي هي أنس جابر، ارتقت في برشا مرات في المراتب عالمية وخاضت أدوار نهائية، وإن شاء الله باش تخوض أدوار نهائية إن شاء الله تبدأ فما مرافقة دبلوماسية موازية للنجاح. يعني ما نجموش نعملوا احنا، نجموا نعملوا. ليبيا هو المغرب نفسه أنا عندي شكوك، هو المغرب نفسه ينتظر في رأي تونس، لأنه يعرف تونس هي اللي على حدود ليبيا مش المغرب. لكن احنا ممنوعين أنه نمشوا للمغرب. أنا ممنوعين ولا نفعنا أنفسنا؟ يا ودي ممنوعين تفهموا السياسة من غير ما نفسروا، من غير ما تدخلوني في مشاكل مع دول كثير. ممنوعين. من قبل من؟ ما نعرفش، فتش الجزائر؟ ما نعرف. ما يسالش في سعيد، خلينا نحكيو خلينا نحلوا. ثانيا الجزائر مشيناش هذا هو. ولكن وين احنا؟ مشيناش لافريقيا، شفناش افاق اخرى، جلسناش مع مؤسسات ماليه اخرى، قدرناش، جبناش كفاءات جديده، دراسات، عملناش مركز دراسات عريض وعميق وفيه ناس يفهموا وكذا وفيه ناس مطلعين على العالم. ما في جايبين واحد كان يخدم في جمرك. شو كي يتكلموا راهو نمشوا راهو ندفعوا ثمن، انا ندفع في ثمن، لذلك انا معزول وما حدا يسأل عليا. حاب نرجع بيك الملف الليبي. السياسة في تونس سياسات شخصية. وقت اللي نعملوا دولة وطنية تفكر بالعقل، لأن الدولة هي العقل. وقت تفكر بالعقل وقتها نتفقوا كيف تكون سياستها تجاه ليبيا. تونس من الديون توقف هذا السرطان، تتحرر تونس في كل المناحي وفي كل الاتجاهات، وراهو سهل جدا تحرر الديون. لا سوف لن ننكر لا مليم ولا دولار، سندفع للناس كلهم تاعهم، لكن اولا نوقف ونصفي ونعاود نجدول ونشوف بلدان اخرى. ما عادش تقول لي منين عندك 7 سنوات، تقول لي منين؟ من القطار، من قفصه، فهمت؟ ما عادش تقول لي من وين. الدولة ما عندهاش فلوس يا ودي، هذه دولة، جيب فلوس من دولة اعطيه لدولة. خرجت انت صرت التشريك مع هذه بطرق اخرى، ما دماش. ما عادش تقول لي من وين. اليوم اسبانيا كنت تحت التأميم كيفاش كذا كيفاش. اليوم ايطاليا واسبانيا بدأوا في التأميم امام الكورونا اضطروا ومشوا للتأميم، اخذوا كل المصحات الخاصة امامتها الدولة. فهمت؟ لانه ضروري في ظروف كيف هذه انا بدي اتخلص من الديون. ما فيش دولة تقدم بهذه الديون، ثقيلة علينا برشا، ما نجموش كل يوم نفكروا كيفاش ندفعوا للدين. كل يوم انت تبيع بدولار تدفع منه 400 يعني 40 سنس ولا 50 سنس تدفعها ديون، بينما هالفلوس اللي هي ديون هي فلوسنا
مهربة. فلوسنا، الفلوس اللي يقول الرئيس باش نجيبوها هي دارت في البنوك وأصبحت تعطى لنا كقروض موجودة ومعروفة ويعرفوها، وهذا هو تدوير المال وتدوير القروض في تونس وفي كل العالم. ولذلك هالقروض، هذا القرض هذايا هو الوباء، يسموه الطاعون. الطاعون هو اسم الوباء، لابيست، هو كل الوباءات كانوا يسموها طاعون. طبعا هذا الصعود وهذا المستوى الذي حققه المغرب ما جاش بالصدفة وما جاش بطريقة عشوائية، بل عن تخطيط وعمل دام لأكثر من 20 سنة. 20 سنة الأخيرة المغرب استطاع فيها باش أنه يصبح من بين القوى الأكبر في إفريقيا. غير واحد المثال أن المغرب هو ثاني في إفريقيا في مجال الاقتصاد، وهو ثاني قوة ناعمة من بعد جنوب إفريقيا. نرجع للمغرب. المغرب كي نقولوا ركن أساسي، أولا يجب أن نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية، مملكة حديثة. نحكي على التاريخ الحديث. معنى التاريخ الحديث؟ التاريخ الذي بدأ مع الحداثة. المغرب بلد مؤسس كمملكة علوية منذ 1660 أو 66. وقبل ذلك بفترة قصيرة كانت مملكة في حدود تفيلالت ومراكش وكذا لمدة 40 عام أو كذا. بمعنى هي أقدم مملكة في العالم العربي، هي وعمان. السلطنة عمان هي أقدم سلطنة برضو، هي والمغرب، وفي تاريخ واحد تقريبا. أولا الحسن الثاني الله يرحمه كان يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية عربية. كانت قولة يرددها الحسن الثاني في كل مرة. وكان يعتقد الحسن الثاني أنه يبني في ديمقراطية معينة، وكان يعتقد أيضا أن الديمقراطية بالنسبة للملك أو للملكية في المغرب معها هو كما لو أنها نحس. كان يقول كلما اقتربت من الديمقراطية أبعدوني عنها. في كل مرة يريد أن يبني ديمقراطية حقيقية تأتي محاولة انقلاب، وحصلت له محاولتين انقلاب. في كل مرة يريد أن يقوم بمصالحة أو ببناء ديمقراطي حقيقي يقول أنه أجد من يبعدنا عنها. هناك قوة لا تريد الديمقراطية للمغرب. أنا الآن لا أقول أن الحسن الثاني لم يكن سلطانا جبار، كان سلطان جبار، وكان ملك قوي، وكان ملك مزدوج اللسان ومزدوج الثقافة، وكان ملك يحكم ويملك. وهو يقول لا يوجد في تاريخنا العربي ملك يملك ولا يحكم، نحن خلقنا لكي نملك ونحكم. يقول هذه ثقافة أخرى غربية، ملك يملك ولا يحكم، أي ثقافة. لكن ماذا كان يريد أن يقول عندما يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية؟ هو كان يرى أنه القمع والطغيان ولا الديمقراطية و في البلدان العربية التي تسمي نفسها جمهوريات أكثر منه في البلدان التي هي ما زالت محافظة ملكي على نظامها الملكي. يعني أنه